بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة. توجهوا إلى الدعاء بقلوبكم، ارفعوا أيديكم. وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي، أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به، أن يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك، وأنا لك مسلم، لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والزهراء فاطمة والمجتبى الحسن والشهيد الحسين، وصل يا رب على أئمة المسلمين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة القائم المهدي، أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. أيها الأحبة الكرام، بعد إن مضت أغلب أيام شهر رمضان، لا بد أن نقف مع أنفسنا بتأمل وتفكر. بماذا قضينا هذه الأيام المباركة؟ كيف نحن والقرآن؟ كل واحد يسأل روحه. كيف نحن وصيام الجوارح؟ كيف نحن والقيام والسجود والدعاء والخشوع؟ كيف نحن والاهتمام بالفقراء والأيتام؟ كيف نحن وإمام الزمان؟ وهذا ما أريد أن أتوقف عليه بدقائق قليلة. كيف كان ارتباطنا بالإمام المهدي المنتظر في هذا الشهر؟ هل كنا في شهر مهدوي؟ لاحظوا أحبتي، لعله من الأمور التي يغفل عنها البعض هو ارتباط شهر رمضان بالإمام المهدي سلام الله عليه. ألم نسمع أن الصيحة في رمضان والنداء في رمضان والظهور في رمضان؟ ألم نقرأ دعاء الافتتاح يوميا في شهر رمضان؟ ضل عن من مروي دعاء الافتتاح؟ عن الإمام المهدي سلام الله عليه. زين، هل فكرنا في هذه العلاقة أن شهر رمضان هو شهر الإمام المهدي؟ أليس الشهر شهر الله وهو بقية الله؟ زين، ما معنى بقية الله؟ يعني خلاصة عالم الوجود، خلاصة جهود الأنبياء والأولياء والأوصياء تتمثل في الإمام المهدي سلام الله عليه. لاحظوا من المحطات الملفتة في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، مع أن الداعي يقول اللهم إنا نشكو وأنا أشكو. الإمام سلام الله عليه بصيغة الجمع: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة الفتن بنا. دعاء بنحو المجموع. الإمام سلام الله عليه يريد بهذه المضامين أن نهتم بالآخرين، أن نهتم بالأمة، لا نهتم بأنفسنا، لاحظوا، بأنانيتنا، بأحزابنا، بمن يعطون المال والدنيا. لا، نهتم بالأمة بما هو يصلح الأمة التي هي مبتلات بفقد النبي وغيبة الولي وكثرة العدو
وشدة الفتن. معنى ذلك أن يكون الاهتمام بالمجموع أولا وبالذات، ثم الاهتمام بإصلاح المجموع من خلال إصلاح النفس. هل فكرنا، أرجو الالتفات هذه الدقائق، هل فكرنا يوما في قلب إمام زماننا كم يتحمل من هموم، كم يتحمل قلبه الشريف من الغم بسبب معاصينا وذنوبنا وبعدنا عن الله وبسبب غفلتنا وشقائنا؟ كم نتألم لحال قائدنا المصلح حينما تتكالب عليه الدنيا. نحزن وهذا جيد، لكن الإمام لا يقاس بغيره. هل نحزن للإمام سلام الله عليه كما نحزن لغيرنا، كما نحزن للمؤمن، كما نحزن للقيادة، والقيادة ماذا تريد أن نكون من أنصار الإمام سلام الله عليه. سأقرأ لكم كيف نكون من أنصار الإمام. ومع كل هذا فهو الإمام، فهو الرحيم العطوف الذي لم يحزن من أجلنا، الذي يحزن من أجلنا ويدعو ليلا ونهارا، ولكن نحن كم ندعو له، كم مرة نذكره. هل فكرنا يوما في إسعاد قلبه الشريف حقا بعمل صالح، بتصدق لسلامته، بصلاة نهديها له، بزيارة نهديها له سلام الله عليه؟ يقول بعض أهل المعرفة نسيان الإمام والحجة عجل الله تعالى فرجه والغفلة عنه تجلب الظلمات كثيرا. لاحظوا أحبتي الكرام، حينما تتحدث مع شخص آخر مؤمن بحديث طيب ماذا تقول له في النهاية؟ أسألكم الدعاء. جيد، لكن هل فكرت يوما أن تقدم إمام زمانك حينما ينتهي الحديث نقول نسألكم الدعاء للإمام المهدي سلام الله عليه؟ هل فكر أحد بذلك؟ فهو أولى بالدعاء منا، لأنه إذا قبل الدعاء انقبل منه ومنك ومن كل واحد يشترك بهذا الأمر. نقرأ في الدعاء بروحي أنت من مغيب لم يخلو منا. هل نحن لم يخلو منا؟ لا. هل نحن صادقون في هذا المدعى الإمام لم يخلو منا؟ بيننا ونعيشه، إنه بيننا وينظر إلينا ويراقب أعمالنا. إذن لماذا هذه الذنوب؟ لماذا هذه المعاصي؟ زين، إنما يحزن القلب إن الدنيا شغلتنا عن إمام زماننا المهدي عليه السلام فجعلناه غريبا يعيش غربة الدين. أيها الأحبة الكرام، علينا اليوم التفقه والتعلم والتآخي والتعاضد، ونكون كالجسد الواحد حقا لندخل السرور على قلب إمامنا المهدي عليه السلام، فإنه يفرح حقيقة بتكاتفنا وتحاببنا، ويفرح بذلك قائدنا المصلح نصره الله ورعاه. أختم لكم بهذه الفكرة المعرفية وأرجو الالتفات جيدا. عندما عاد إبليس من مهمته قال انظرني، فرحا مستبشرا سألوه يا قائدنا، أكو ناس هواي عندها قائد الشيطان، يا قائدنا ماذا نستفيد من تضليل هؤلاء؟ أجابهم إبليس فرحا إن عملنا ينتهي بظهور إمامهم، لأنه الإمام يقضى على الشيطان في الظهور. إن عملنا ينتهي بظهور إمامهم، وعندما يغفل هؤلاء بتأخر ظهور يتأخر، عندما يغفل هؤلاء يتأخر ظهور إمامه. يفرح إبليس. وسألوه وكيف كانت أعمالهم لهذا الأسبوع؟ فرد إبليس مسرورا ألا تسمعون بكاء إمامهم ونحيبه؟ يعني بعد يمكن زين نقبل أن المؤمن مرتبط بالإمام
أنه أكون سبب في بكاء الإمام وحزن الإمام، فلنسعى جادين في تكامل أنفسنا ونصرة ديننا وطاعة قيادتنا، لعلنا نكون ممن يرفع الحزن عن إمامنا المغيب، روحي له الفداء. أختم أيضا دقيقة اسمحوا لي. السيد القائد يسأل: أي الطرق أسرع لنصرة دولة العدل الإلهي؟ شنو بالله الطرق؟ كل واحد يجوز في باله جواب. السيد يجيب: نهي النفس عن الهوى. خلاص يلا. وفي سؤال آخر: سيدنا كيف يكون الفرد المسلم ممهدا للإمام المهدي؟ فيجيب: أن يلتزم بدينه ويتحلى بالأخلاق، وهو أقل الإيمان. أقل الإيمان. التفتوا رحمكم الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أسألكم الدعاء.